الصين كانت بتقول للعالم تعالوا اعملوا مصانعكم هنا، احنا هنوفر كل حاجة. فالشركات العالمية لقت الآتي: عمالة رخيصة جدا، ناس بتشتغل بجد، قوانين مرنة، ضرائب قليلة، بنية تحتية بتتطور بسرعة. دي كانت وصفة مثالية لأي شركة. ومن هنا حصل اللي العالم كله اتأثر بيه. الصين بقت مصنع العالم، بس في نسخة أولية لسه بتتعلم. هما يقلدوا الأول، يشوفوا الأجهزة بتتبني ازاي، ايه اللي بيخلي المنتج ينزل السوق بسرعة، ومع الوقت بدأوا يعملوا أحسن من اللي بيقلدوه. الصين فهمت إنك لو عايز تبقى قوة صناعية لازم يكون عندك طرق، مواني، كهرباء، قطارات، مصانع ضخمة. فبدأت تضخ مليارات في البنية التحتية. حرفيا بلد كاملة كانت بتتبني من جديد. كل سنة مدن جديدة، طرق جديدة، مصانع جديدة. وده خلق حلقة اقتصادية ممتازة. كل بناء جديد بيخلق شغل، والشغل بيجيب فلوس، والفلوس بتطور الصناعة.